العيب مش انك تتغفل، لا، العيب انك تتغفل وتبقى شايف ان ده الصح، لا، وكمان تبقى مبسوط. بس الموضوع ليه ابعاد كتير. يعني مثلا في ناس بتتغفل وهي عارفه ان هي بتتغفل ومع ذلك هم بيحبوا يتغفلوا. وازاي يوصلوا الكلام ده؟ اقول لك. من يومين انا كنت نزلت فيديو اتكلمت فيه عن الموتوسيكل الكي واي الجديد ال 250 الاكس او التي 250 اكس دوت، تمام؟ لا ما تقولش انت ما شفتش الفيديو. ازاي ما شفتش الفيديو؟ مالكوا يا جدعان؟ في ايه ده؟ انا بهزر معاه، ده اخويا ده الصغير يا جدعان. ايه يا عم تقول لهم حاجه؟ لو حد لسه ما شافوش يروح يشوفه. المهم انا كنت بقول في الفيديو ان الموتوسيكل دوت اي بي اس، وطلع في الاخر ان الموتوسيكل مش اي بي اس ولا حاجه، وان انتوا قلتوا لي ان هو مش اي بي اس. فلما دخلت بحثت عن الموتوسيكل لقيت اصلا ان الموتوسيكل دوت مش موجود. انت متخيل؟ بس قعدت اعمل ابحاث اكتر وابحاث اكتر وابحاث اكتر لحد ما لقيته، بس ما اسموش تي اكس، اسمه ام بي بي. الموتوسيكل اولا بيجي انجكشن بموتور 125 سي سي كاتينا، بيجي بتبريد ميه، بيجي بنظام فرامل اي بي اس، وبيجي كمان بجنوط سلك. الامكانيات دي كلها عكس الامكانيات اللي بتنزل لك هنا في مصر. اللي بينزل لك ما فيهوش اي بي اس، وانا بصراحه كنت مستغرب ازاي ما فيهوش اي بي اس، خصوصا ان هو في الديسك بتاع الاي بي اس لسه موجود في النسخه اللي نزلت مصر. وموتور بتاعه 250، دي حاجه حلوه جدا، بس موتور مش تبريد ميه ولا موتور انجكشن. وكمان الفرد في مصر نازله جنوط وبره نازله سلوك عادي. مش عارف ايه الفرق بصراحه او ليه شالوا السلوك، بس اعتقد عشان الطرق بتاعتنا في مصر وكده. انا بقى نفسي اعرف الموتوسيكلات ديت هل الوكيل بيطلبها بامكانيات معينه وبره بينزلوا اللي هو عايزه، زي كده لما تروح تطلب اوردر مثلا من اي محل وتقول له انا عايز الوجبه كومبو او سنجل، ولا هم في مصر اللي بيعدلوا وبيحطوا المواتير وبيشيلوا ويلعبوا وهكذا؟ انت فاهم؟ فما تنساش تكتب لي رايك في الكومنتات. شايف الموضوع دوت صح ولا غلط؟ شايف هم بيشيلوا ولا لا؟ شايف الموتوسيكل اصلا يستاهل ولا لا؟ وما تنساش لو عايز تستفيد وتشوف كل جديد يبقى لازم تعمل فولو لاخوك السولو.